اشترك في قناة نبض ديزاد وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. أعلنت الحماية المدنية في الساعة الأخيرة عن وفاة ما لا يقل عن 12 مواطن جزائري وإصابة آخرين في مجزرة مرورية. وقبل الخوض في التفاصيل يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أعلنت الحماية المدنية عن وفاة 12 مواطن جزائري وإصابة 100 الآخرين. وحسب ذات المصادر فإن أكبر حصيلة للوفيات كانت بعين وسارة بولاية الجلف، أين توفي 4 مواطنين وأصيب آخرون كلهم من عائلة واحدة بعد انقلاب سيارة سياحية، فيما عرفت كل من ولاية بجاية والمسيلة والمعسكر حوادث مرور مميتة خلال 24 ساعة الأخيرة. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.